السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا في المنتزه، ادي محطة المنتزه القديمة، وادي الناس شغالة تحمل نواتج الردم الهدف وبينقلوه أماكن تانية. طول ما انت ماشي بقى الأعمدة الأغلبية العظمى فيها خلصت، وفي كم عمود شغالين عليه، عملوا الشدات وبدأ يصبوا. طبعا الردم والهدد ده كله بياخد وقت يعني في تحميله وعدد نقلات كتير، بس هو ادام بيشيلوا كده بقى وبيظبطوا الحكاية، يبقى عشان بداية الحفر ما يقدروش يبدأوا يحفروا غير لما يشيلوا الهدد ده أو الردم نواتج الهدد. عشان يبدأ بقى يشتغلوا في حفر عشان رمي الأساسات بتاعت المحطات نفسها. الشمس في وشنا، فأنا هحاول أصور بالتعامد عليها كده قدر الإمكان يعني. ادي الأعمدة اهي خلصت كله تمام، جاهزة على استقبال الكاميرات اللي بتتصنع حاليا في مصنع الكاميرات ثبات التجهيز. يبقى كده من أبو قير لغاية محمد نجيب تقريبا بنسبة ممكن نقوله بنسبة 98% ولا حاجة جاهزة لبدء حفر المحطات وتركيب الكاميرات على الأعمدة.
في عمود وحيد هنا اهو، خلاص الخوازيق بتاعته الصندوق بتاعه، بس ما لسه ما عملوش الشدة بتاعت العمود. كله شغال اهو، كله اتصب وكله جاهز. قعد قدر الإمكان بيحاول يمد على قد ما الواحد يقدر يعني، عشان الفيديو ما يبقاش طويل. بس هو عامة بيبقى في حدود من 5 ل10 دقايق، ما بيزيدش عن كده. لكن في نفس الوقت الواحد لو مد شوية الصورة هتتهز، فالواحد بيوازن بين الاتنين يعني. حديد التسليح اهو جاهز، كل حاجة جاهزة للمرحلة التالية في الإنشاء يعني. احنا داخلين على كوبري المنظرة اهو، لسه مفيش أخبار هيشيلوه امتى، بس هو كل يوم بيقرب يعني، بيقرب ميعاده. وعلى الأغلب زي ما قلنا قبل كده لازم يعملوا ممرين في اتجاهين مختلفين على شارعين مختلفين قريب من الكوبري في الفترة اللي هو بيتشال فيها، إلا بقى لو خلصوه في 2-3 ساعات بس. حتى 2-3 ساعات في منطقة زي دي تعمل أزمة. إن لازم يقفلوا حواليها ويأمنوا الونش اللي هيبقى موجود والمعدات الموجودة والكلام ده كله بياخد حيز، بياخد مكان. والعربات دي كلها هتروح فين؟ اللي جاي من البحر هيروح فين؟ هيعدي منين؟ واللي رايح ناحية الكورنيش برضه هيعدي منين؟ وهكذا. وطبعا الطريق ده لوحده ما يستحملش، هو يستحمل يا دوبك 2-3 وبعدين يبقى في معبر يعدوا منه الناحية التانية. يعني على الأغلب يعني إن هيتفتح ممرات قبل هد الكوبري، فربنا يكرم حال ويوفق ويقوي والعملية تخلص بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبريمة وونش على حافة الكوبري، يعني في دي مؤشرات إن عملية هدم الكوبري هتبدأ قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.